نحاول نقرب ونزوم ونعمل شغل. فردة ما شاء الله جامدة جدا، 44 ونص. يعني برضو ما فيش رباط، الرباط برضو مجرد منظر. برضو بره عندنا هنا مش موجودة البريستو دي، واللي انا لابسها قطعة واحدة بس. يعني ممكن رجليك ستاندر جدا الفردة دي. هراتشي دي اللي مجربها بتحب الجزم اللي وشها عريض او اللي رجلها عريضة. يعني انت لو دخلت اديداس هتلاقيها في اي وقت. بتبقى عنده اللي هي البريميوم، اعلى جزمة. دي اعلى جزمة، فردة محترمة جدا. عايزة بص الجزمة دي اسكس جل اهو. الاتنين دي طبعا الجزمة دي عندنا منها عشان ما حدش يغلط الغلطة بتاعتي، عشان تلبسها بكل سهولة زيها زي السكتشر في التلبيس وخفيفة. دي من الحاجات العالية، في ناس بتدور عليه وفي ناس. و30 سم طول القدم. فردة برضو من الفرد الحلوة. كونفرس الجزمة دي متكررة معانا اللون الابيض ده، بس ما شاء الله. دي اخر قطعة الفا بونص مقاسها. ده يا جماعة الجزء الثاني من الفيديو، قصدي دي ريبوك دي ام اكس رايد 43 28 سم. 28 سم طول القدم. الفردة دي بص بتلمع يا باشا ما شاء الله. طبعا انتوا ممكن تشوفوا الموديلات دي اتكررت قبل كده، بس انا كان عندي من مثلا من القطعه دي مقاسين، من القطعه دي مقاس، يعني كده. يعني في حاجات اتكررت معايا لان انا كان معايا منها مقاس تاني كده. فاللي بيطلع ده اخر مقاس كده عندي 43 27 سم ونص. ال 574 فرده من الفرد اللي فيها تكنولوجيا عاليه جدا. فرده عالميه. النيو بالانس دي مش اي نيو بالانس دي يا جماعه، مقاسها 41 26 سم. البروكس دي من الفرد الجامده جدا، يعني ما بتطلعش كتير. كلها جلد، دي كلها جلد زي ما انت شايف. ده منظر الجلد لما بيكون خامته عاليه. الجلد اللي هو المحبب كده ده، عشان في ناس بتفتكر اوقات ان ده مثلا عيب او حاجه. في واحد كان عامل فيديو على اليوتيوب على الفيسبوك وعمل ملايين المشاهدات، راح اديداس وبيشوف بيقول بص بصوا الجزمه خامتها عامله ازاي وهي اصلا جلد. هو مش عارف، والناس طبعا داخله عماله تهاجم في اديداس وبتاع. مش من مصلحتنا ان احنا نقول يعني، بس بيقول ايه، دخلت انا كتبت كومنت بس في بتاع 370 واحد قالوا لي انت كلامك مظبوط والله العظيم علاء. فالناس دايما اللي ما عندهاش خبره ما بتبقاش عارفه ايه تفاصيل الاحذيه وكده. عشان كده بنقول لما تاخدوا حاجه تطلعوا بيها التوكيل، لان التوكيل هو اللي هيقول لك دي اصلي ولا لا. من الاخر يعني دي مقاسها 43 27 سم ونص. كلاود فوم. النعل ده بيبقى مريح جدا من غير رباط. طبعا الرباط ده شكل بس، الرباط ده شكل بس مجرد منظر بس، مش رباط حقيقي يعني اللي انت تربط وكده. للناس اللي ما بتحبش الرباط. دي قطعه فيله مقاسها 44 28 سم طول القدم. فرده جميله جدا. باسكت بول زي ما انت شايف كده التفاصيل يا باشا. نحاول نقرب ونزوم ونعمل شغل عشان نحسسكم ونعيشكم بالجو اللي احنا عايشين فيه. دي اديداس الفا بونص، مش برضو من الموديلات برضو اللي بتكون برضو في الاديداس برضو بتكون ليها ثمن محترم. 44 دي 44 وتلتين 28 سم ونص. الفا بونص من الفرد اللي من زمان قوي بتتعمل وعلى طول ثابته ستاندر كده ما بتتغيرش. الفا بونص فرده جامده قوي ونعلها مريح. الفرده دي اديداس ستانلي سميث. المقاس بتاعها 44 28 سم طول القدم. الناس اللي بتحب الستانلي سميث. فرده ما شاء الله جامده جدا، بس الجلديه بتاعتها نفس الجلديه اللي الراجل صورها على الفيسبوك اللي انا كنت بقول عليه. نفس الموضوع ده، ما يعيبهاش خالص. اي حد ياخد مني اي جزمه زي كده الجلد بتاعها مثلا ايه، تحس ان هو مجعد سنه وبتاع. احنا البضاعه دي لما بتبقى فيها يعني خصم او حاجه، احنا يعني ما بنقصرش مع حد. بس هي مش عيب، وعن تجربه اللي هيجرب لو فيها حصل حاجه يعني محلنا موجود. وعندنا اكتر الحمد لله، يعني عندنا 3 محلات تقدر ترجع لنا في اي محل فيهم يعني ان شاء الله. دي 44 ونص 29 سم طول القدم. بص النسيج بتاعها عامل ازاي. بص النسيج بتاع القطعه بفضل الله. بنصور لكم باعلى تقنيه موجوده في مصر، مش في مصر، في العالم. مستوى الكواليتي بتاع الشغل. 44 برضو دي 29 سم. القطعه دي تلبسها كبير. طبعا انا ظهرت الموديلات دي قبل كده، بس في موديلات منها بيكون ليها مقاسات انا ما ظهرتوش قبل كده. في ارقام كتير قوي بترن عليا، مش عارف الدنيا مالها ايه اللي حصل. مجرد ما بنسجل فيديو الدنيا دي 29 سم طول القدم. ريبوك خفيفه، وزنها يعني لا يتعدى ال 200 جرام على ما اعتقد. القطعه دي برضو مقاسها 29 سم 44 ونص. فرد ريبوك برضو محترمه جدا. تناسق الوان عالمي ما شاء الله. فيها دعامه كده من تحت عشان خاطر الكعب رجليك ما يتهريش وانت بتلعب رياضه، برضو يبقى فيها ايه صدمات وكده. دي اسكس جل 44 ونص 29 سم. 45 ونص ولا 45 بس. 29 سم طول القدم. تلبسها من قدام يعني برضو ما فيش رباط. الرباط برضو مجرد منظر برضو زي ما انت شايف كده. قطعه جميله جدا. واخر قطعه انا كان عندي منها 3 قطع. القطعه دي ما فيش منها اي قطعه تاني الحمد لله. دي 45 29 سم طول القدم. البريستو دي جميله جدا جدا
جدا جدا. من الموديلات برضو اللي هي ايه، اللي زي ما بتقول ايه، يعني موديلات ستاندر في نايك بره. عندنا هنا مش موجوده البريستو دي خالص. بريستو اير دي يا جماعه مقاسها 45 وتلت 29 سنتي طول القدم. الترا بوست 21. هي الموديل بتاعها كده اسمه 21. الموديل ده عالمي اهو زي ما انت شايف كده، احنا لابسين منه. اكتر حاجه مريحه في الدنيا طبعا هي قطعه واحده بس، واللي انا لابسها قطعه واحده بس مفيش منها تاني، ودي قطعه واحده بس مفيش منها تاني. طبعا اللي هياخد قطعه من دول بفضل الله يعني هيدعي لنا. لو عنده اي تعب في رجليه حاجه ما شاء الله عالميه جدا يعني. ودي الترا بوست برضو بس مختلف، ده الديزاين مختلف. الديزاين ده اللي هو بتاع الديزاين اللي هو بتاع 2020، بس ده اصدار 21. يعني الديزاين نفسه الاصدار اللي هو القديم شويه، في ناس بتحب الاصدار ده. مش قديم شويه يعني قصدي ان هو قديم، لا هو الاصدار ده اتعمل من سنتين وفضل مكمل، والاصدار بتاعه معمول اهو 21 شهر 2. يعني دي لسه بتتعمل لحد دلوقتي في اديداس بنفس المواصفات دي بالظبط. طبعا النعل ده نعل تورشن سيستم، بيبقى عامل كده يعني ليه تفاصيل كبيره. القطعه دي بتبقى جايه من هنا كده واخده الرجل، لان البوست ده لو كله كده بوست ما يعني ممكن رجليك يحصل فيها التواء او حاجه. الناس اللي بتلعب رياضه لازم أن يكون التورشن ده بيعمل زي توازن للرجل. فرده جميله جدا. دي نايك هراتشي 46 30 سم، برضو من الفرد العاليه واللي بتتكرر دايما في نايك، برضو ستاندر جدا الفرده دي، ولونها جامد جدا. دي رجالي يا جماعه، مش يعني فيها فيرنيه سنه كده، بس دي رجالي. الفيرنيه ده غامق شويه، طبعا الاضاءه هي اللي عامله الريفليكت ده. فرده جامده جدا الهراتشي. في منها لون تاني اسود نفس المقاس بالظبط، نفس القطعه بالظبط. هراتشي دي اللي مجربها، بص انا كنت مجربها سنه 2000 تقريبا و16 2015. فرده عالميه في التلبيس ومريحه جدا، مريحه يعني. اللي هيجربها يعرف الموضوع ده. طبعا عندنا النيرونا دي ب 400 جنيه الجزمه دي. في منها اكتر من مقاس برضو، لو حد ايه عاوزها يبقى ايه اسالنا عليها. دي مقاسها 46 45 29 سم. دول قدم نيو بالانس. فرده برضو وشها عريض للناس اللي هي ايه بتحب الجزم اللي وشها عريض او اللي رجلها عريضه. بص النعل بتاعها فيه مواصفات عاليه لكل مكان في كعب رجليك. دي اديداس تنس 45 ونص 29 سم طول القدم. اديداس تنس فرده محترمه جدا. دايما ستاندرد دي برضو موجوده في اديداس. يعني انت لو دخلت اديداس هتلاقيها في اي وقت في اي مكان هتلاقيها. عندك دي اسكس جيل نيمبوس 32. الجزمه دي يا جماعه في التوكيل غاليه قوي. النيمبوس 32 دي من الموديلات العاليه قوي في اسكس. انت بتتكلم على سكتشر وتقول سكتشر مريح وبتاع، نفس الموضوع بالملي. كل براند بيعمل جزمه بتبقى عنده اللي هي البريميوم، اعلى جزمه. دي اعلى جزمه في اسكس، او من اعلى، عشان بس ما نبقاش ايه بنقول اعلى عشان ما يطلعش حد يقول لك لا ده في اعلى منها. من اعلى الحاجات. دي مقاسها 45 وتلتين 29 سم، حته كده لايت كده خفيفه كومفورت. جزمه جميله جدا ونعلها خفيف ومريح جدا. عندك الديادورا دي مقاسها 45 29 سم 29 سم طول القدم. الموديل بتاعها اسمه 92. الديادورا دي بتاعت الكباتن والناس اللي بتحب تلبس لبس رياضي وبتاع. فرده محترمه جدا، عايزه حد بيلعب رياضه او حاجه او كابتن في اي ملعب، هيبقى الموضوع بالنسبه له جامد جدا. دي يا جماعه، دي يعتبر كانت جايه في وسط الجديد، بس دي سوبر عشان برضو احنا بنقول جايه غلطه ان هي مفروض جديده بس هي سوبر. بس الحاله بتاعتها زي ما انت شايف كده، لو هنحطها مثلا جنب اي حاجه تاني هتقدر تقارن شويه او تقدر تقول ايه لا دي حالتها ممكن تكون احلى من دي سنه بسيطه. طبعا دي ليها سعر، واللي من غير اي حاجه او جديده زيرو ليها سعر تاني. بنحاول نوضح لكم زي ما بنصور كل حاجه على وضوح، بنفسرها ونقول لكم العيوب والمميزات، ما عندناش مشكله. دي 46 وتلتين 30 سم طول القدم. بص يا باشا، من الموديلات برضو الزد اكس دي من الموديلات المريحه جامد، يعني مريحه دي. بص انا بايد واحده اهو. بص الجزمه لا ممكن انا بلعب حديد انت اللي قوي وبالمناسبه انت اسمك علاء مش علاء بلاش واحد ابوك. دي اسكس جيل ماشي. اسكس دي 6. فرده برضو من الفرد الجميله جدا، والطول القدم بتاعها 30 سم. فاضل كده ايه، فاضل دي ودي الاثنين دي. طبعا الجزمه دي عندنا منها 44 ودي 46 30 سم. عندنا منها 42 و44 و46. مش مقاسات كامله لو اوقات على فكره، عشان برضو انا عايز اوضح برضو الموضوع ده اهو. انا في الفيديو اوقات يا باشا عشان برضو ايه في ناس اوقات يعني انا نفسي زمان ما كنت بطلع اقول ايه الجزم ما ينفعش يجي منها مقاسات خالص. لا
لا ينفع يا باشا، ينفع يجي مقاسات. ليه؟ لان انت بتشتري ستوك. في البالة في المستعمل ما بيجيش، في المستعمل مستحيل يجي، لكن في الستوك بيطلع اوقات. يعني ممكن تلاقي جزمه في منها مقاسين او 3 بس ما بيطلعش المقاس كامل. يعني فاهم قصدي؟ عشان برضو دي للتوضيح، لان انا كنت بقول المعلومه دي زمان وكنت غلطان فيها، وعايز برضو الناس تصحح، برضو الناس اللي شغاله زينا، عشان ما حدش يغلط الغلطه بتاعتي. احنا بنغلط ونصلح، والناس تتعلم واحنا نتعلم. تعلم صح، مش مشكله، كل الناس تتعلم. دي بوما 46 30 سم. دي برضو من الحاجات برضو الشبك الخفيف اللي من غير رباط، ده رباط بس هي الجزمه فيها زي استك من هنا، تقدر بتشد الجزمه عشان تلبسها بكل سهوله، زيها زي السكتشر في التلبيس، وخفيفه جدا جدا جدا. دي NMD مقاسها كبير شويه، المقاس بتاعها 49 وتلت، 49 وتلت. طول القدم بتاعها 32 سم. طبعا انت عندك دي NMD ودي NMD، بص لما تحطهم جنب بعض، دي بالتيكت دي من غير التيكت. دي حالتها ممكن تكون اتحطت او اتقست، دي مستحيل عشان هي بالتيكت محدش لمسها خالص. فرده من الفرد الحلوه جدا ال NMD الاديداس، ومميزه جدا وبياعه جدا في اديداس. طبعا في منها ديزاينات او موديلات اوقات بتبقى خفيف، يعني سعرها مش غالي. دي من الحاجات العاليه، من الحاجات العاليه. عندك البومه دي مقاس 50 33 سم طول القدم. طبعا ال 50 ده في ناس بتدور عليه، وفي ناس بتبقى بتدور على حاجه بس تليق عليها او شكلها حلو. احنا جايبين لكم كتير، وهيظهر ان شاء الله في الايام اللي جايه دي باذن الله. ان شاء الله المقاسات الكبيره خالص ال 50 وال 48 وكده، هنوريكم الموديلات دي ان شاء الله. دي مقاسها 38 31 سم طول القدم. فرده برده من الفرد الحلوه، وشها مقفول، عامله زي السكتشر برده في التلبيس. فرده جميله جدا. دي كونفرس لون احمر، حته كده ايه شياكه، برده مقاسها 36 ونص 30 سم طول القدم. كونفرس من الحاجات برده اللي بتلاقيها في التوكيلات برده بارقام كبيره بفضل الله. كل حاجه عندنا هنا مميزه واسعارها مميزه جدا. دي مقاسها 46 29 سم. الجزمه دي متكرره معانا اللون الابيض ده، بس ما شاء الله بياعه جدا جدا جدا. عندنا منها قطعتين اهي، تقريبا نفس المقاس القطعتين، نفس المقاس القطعتين، ما شاء الله، من الفرد الجميله والمحترمه جدا. دي الفا بونص برضو، دي اخر قطعه الفا بونص، مقاسها 46 29 سم ونص. الفا بونص 29 سم ونص اهي. بس كده ظبطت اهي زي ما انت شايف كده يا باشا. اسحل اللي بيقع. دي فرده جميله جدا الالفا بونص دي، ومقاسها. دي اخر قطعه كده معايا كنت عايز اوريها لكم. متشكرين جدا يا جماعه للناس اللي بتتابعنا دايما وبتكتب لنا كلام مميز وبيدعمونا دايما في الكومنتات. متشكرين لكل الناس ودعواتكم لينا. احنا بنحاول نتطور بيكم طبعا. تنسوش بقى تعملوا لنا لايك. انا ما بحبش اكتب او اقول الكلام ده كتير. اعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان حد تاني يقدر يشوف الفيديوهات دي. لو انتوا مثلا بتحبوا الشغل ده وحاسين ان هو مفيد لحد، اعملوا لايك عشان يظهر لناس تانية، نتطور كلنا مع بعضينا. متشكرين جدا، السلام عليكم.